وسهلا. لو شايف نفسك من الأشخاص اللي طيبين زيادة عن اللزوم، الأشخاص اللي بيحاولوا يرضوا اللي حواليهم وبيخافوا على زعل اللي حواليهم، بس الناس بتستغلهم وبتضحك عليهم. تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نخلي اللي قدامنا يعمل لنا ألف حساب. معاكم الدكتورة هند عزت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. أول خطوة هو إن انت ما تبينش مخاوفك. الناس اللي عايزة تستغلك بتبقى بس مستنية إن هي تعرف إيه نقطة ضعفك عشان يدخلوا لك منها ويقربوا لك ويعيشوا عليك دور المنقذ، وبعد كده ياخدوا اللي عايزينه ويمشوا. فلو انت بينت نقط ضعفك من ناحية الخوف، يعني مثلا تقول لهم أنا خايف الناس تخذلني، أنا خايف أتعلق بيك وتسيبني، أنا خايف من الخذلان. فكل الحاجات دي هياخدوها نقطة ضعف عليك ويدخلوا لك منها. هيبتدوا يطمنوك ويقولوا لك لا احنا مش هنسيبك، لا احنا معاك، وان هم مختلفين عن كل الناس. فيبتدوا يدخلوا لك من النقطة والجانب ده، لان هم عرفوا ايه الباب اللي يقدروا يدخلوا لك منه، معنى اصح من اين تؤكل الكتف. فيبتدوا يلعبوا على النقطة دي ويعيشوا عليك دور المنقذ، اللي هم بقى احنا مفيش زينا، احنا الواو بقى. يبتدوا ان هم يعيشوا بقى ان هما ناس كويسين، ان انت لازم تثق فيهم، ان انت هتلاقي تجربة جديدة معاهم فتبتدي تثق فيهم بالفعل، لان هما مختلفين زي ما هما وصلوا لك. واول ما هما ياخدوا اللي هما عايزينه ويستفيدوا، هيبتدوا ان هما فعلا يسيبوك ويغزلوك. فعشان كده مخاوفك احتفظ بيها لنفسك، عشان محدش يقدر يعرف منين يدخل. بلاش شخص انت مش عارفه وداخل في علاقة جديدة معاه انك من الاول كده تظهر له ان انت بتخاف من الوحدة او الخذلان او ان انت خايف تتعلق بيه ويسيبك. كل الحاجات دي احتفظ بيها لنفسك، علشان انت لسه ما تعرفش الشخص ده وممكن يطلع في استغلالي فيدخلك من الباب ده. تاني نقطة عشان محدش يستغلك والناس تعمل لك ألف حساب، إنك تكون واقعي في علاقاتك. يعني ما تروحش لحد كده بتتعامل معاه وبعدين تقول الشخص ده أنا شايف فيه حاجة كويسة، رغم إن الشخص ده طول الوقت عمال يتعامل معاك بطريقة مش كويسة، رغم اللي أنت سامعه من اللي حواليك إن هم بيتكلموا عليه إن هو إنسان مش كويس وبيقولوا عليه كلام مش كويس. لازم تبقى عارف إن مفيش حاجة بتتقال من فراغ، مفيش دخان من غير نار. فكون ان انت عمال متأمل ان الشخص ده فيه حاجة كويسة وانت مصر ان انت تتعامل معاه بطريقة كويسة، وهو طول الوقت عمال يجرح فيك ويهين فيك على امل ان انت هتطلع منه كويس، فبلاش، علشان ده هيكون نقطة ان هو هيستغلك منها. مهم تبقى عارف ان انت لازم في كل الحالات الشخص ده سواء كويس او مش كويس انت عامل حدود نفسية لنفسك، محدش يهينك او يقلل من احترامك او يخترق حدودك. فهو لو الانسان في حتة كويسة زي ما انت شايف ده لنفسه، بس انت الواقع اللي مبين لك ان هو بيعاملك مش كويس، في الحالة دي ما تسمحش لاي شخص انه يعاملك بطريقة مش كويسة مهما انت شايف جواه ايه. تالت نقطة خلي بالك منها وهو احتفظ برغباتك لنفسك. بلاش كده أول ما تدخل في علاقة جديدة تبين للي قدامك نواياك من العلاقة أو أنت عايز إيه من الآخر. يعني مثلا واحدة بتبين أول ما تدخل في علاقة مع شخص إن هي عايزة ترتبط معاه عشان يتجوزها. فهنا الشخص ده لو هو فعلا بيستغلها وبيتسلى، هيبتدي يلعب على نقطة رغبتها اللي هي إنه عايز يتجوزها، ويبتدي بقى يدخل في القصة من باب الجواز، لأن هي بينت له من الأول العلاقة إن هي نيتها إن هو عايزاه يتجوزها. فبلاش بقى لما تدخل في أول علاقة مع شخص تبين له نيتك، مثلا إنك عايز يعني عايز تقيم معاه علاقة، أو عايز إن أنت تاخد منه حاجة معينة، أو عايز شغل. بلاش تبين للأشخاص نواياك ورغباتك في الأول، خليهم هما اللي يبينوا نواياهم ورغباتهم، ومن خلالها تقدر أنت تاخد اللي أنت عايزه. نقطة رقم 4 اللي عايزاكوا تتعلموها كويس، وهو اكتشف أولا أي علاقة جديدة هتدخلها ما تدخلش على طول كده والشخص اللي قدامك ده تقول لا ده انا حاسس ان انا اعرفه من سنين، او بعشم بقى ان انت ايه الشخص ده شكله كويس وانا عندي ظن كبير بنسبة كبيرة ان انا ارتحت للشخص ده وان انا هديله ثقتي على طول. فهنا علاقتك مع اي شخص هتدخلها جديدة لازم الاول ان انت تكتشف الشخص ده، تتعرف عليه، تشوف طريقة تفكيره وطريقة كلامه بيتصرف ازاي في المواقف، تكتشفه الاول وبعدين تبتدي تديله ثقتك. لكن قصة ان انا اقول انا ارتحت للشخص ده كأني اعرفه من سنين وتدخل بعشم بقى ان انت هيطلع كويس، وده هيخليك تتصرف بشكل مبالغ فيه، هيخليك تتعامل معاه بعشم كبير انه هيبقى كويس وانه ده انسان مثالي وانه
أنا هالاقي نفسي بدون ما أحس إن أنا عمّالة أقول له في أسراري وأقول له عن كل حاجة عن حياتي، إن أنا في الآخر شخص بالنسبة له كتاب مفتوح ولسه أنا أصلًا ما أعرفش عنه حاجة. فبلاش حتّة إن أنا ارتحت له وكإنه الحب الأول والنظرة من والحب من أول نظرة، سواء في خطوبة، سواء في جواز، سواء في حُب، سواء في صداقة، سواء في أي علاقة. بلاش قصة إن أنا ارتحت للشخص ده من أول مرّة فقعدت أتكلّم معاه. نقطة رقم 6، إن أنت تتعامل بواقعية وليس كما تتمنى. يعني الحاجة اللي ممكن تعرّضك فعلًا إن الناس تستغلّك، إنك تبقى شايف الشخص اللي قدّامك هيطلع منّه حاجة في يوم من الأيام كويسة، في يوم من الأيام هينصلح. يعني أنت بتتمنى إن الشخص ده في يوم من الأيام يكون زي ما أنت عايز، رغم إن الشخص ده عمّال يسيء ليك وعمّال يهينك وعمّال يعاملك معاملة مش كويسة وعمّال يستغلّك. كل ده أنت عمّال تتعرّض له وأنت عمّال تتعامل معاه على أمل إن هو في يوم من الأيام بُكرة ربنا يهديه، بُكرة ينصلح حاله، بُكرة يبقى كويس معاك. قصة إنه ينصلح ويبقى كويس ده الحتّة دي بتاعته هو مش بتاعتك أنت. فهو لنفسه هيبقى كويس، فكون إن أنت حاطط أمل إن بُكرة هيعاملك حلو وكويس ويتغيّر، فانسى الموضوع ده وحاول تتعامل بواقعية علشان ما حدّش يستغلّك في النقطة دي. علشان ما حدش يستغلك، عامل الناس بواقعية وكما هم الحاجة اللي هم عليها، مش باللي انت تتمناه واللي انت عايز تشوفه منهم. النقطة الأخيرة عشان ما تتعرضش للاستغلال، إن أنت مش كل حاجة تقولها، في حاجات تتقال وفي حاجات ما ينفعش تتقال. مش أول ما ترتبط بشخص أو أول ما تدخل في علاقة مش مع شخص تقوم قايل له كل حاجة عن حياتك وتحكي له قصص حياتك وكل حاجة تخصك. هنا الغموض مطلوب في العلاقة أحيانا. طالما شخص لسه أنت بتتعرف عليه وأنت ما تعرفوش، فحاول إن أنت ما تتكلمش كتير عن نفسك وتقول عن نفسك حاجات تعرّف اللي قدّامك إزاي منين يدخل لك ويستغلك. طالما أنت ما ارتبطتش بالشخص ده في علاقة مثلًا زواج، ولو ارتبطت مع شخص في علاقة زواج ففي حاجات هنقدر نقولها، وفي حاجات برضُك ممكن ما نقدرش نقولها. ففي حاجات لازم تبقى عارف إن جزء غامض من شخصيتك تحتفظ بيه علشان دايمًا اللي قدّامك يبقى عايز يكتشفها وعايز يقرّب منّك عشان يعرفها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك. وده كان من كتاب دكتور محمد عبد العال علم النفس الأسود.